اهلا بيكم اعزائي متابعين برنامجكم اصداء كدبه. كالعاده دايما بجيب الميك اب ارتست بتاعتي اللي بموت فيها وبنقعد نسال بعض الاسئله. في منا كتير قوي بيبقى عنده حيره، انا هاخد الفاونديشن الدرجه دي، وبعد ما بيشتريه بيلاقي درجه كارثيه، ما بيعرفش يقدر ان هو يحطها على وشه اصلا، يعني بتبقى صعبه. إيه اللون الغريب اللي انا اخترته ده؟ اخطاء كتير جدا في الميك اب احنا بنختارها وبنقع فيها، وانا استغلتها كالعاده ان انا اخدها النهارده حبيبتي اسماء كامل عشان تقول لنا ايه الاخطاء اللي ما نوقعش فيها. منوراني يا اسماء. بنورك يا حبيبتي. كالعاده دايما بشدك. كالعادة أيوة. نعمل الميك كل اب مره تعملي ونخطف الميك اب حلقة. واخدك من هنا مش هسيبك. عامله ايه؟ منوراني. الحمد لله تمام. زي ما انت قلتي كده، كتير مننا بيقع في اخطاء الميك اب. يعني قبل ما احنا ندخل كنت دايما تقولي في ناس بتختار فاونديشن غلط، بتختار أيوة هايلايتر غلط. فخلينا الاول الاساسي، قصه الفاونديشن. احنا تمام. طول عمرنا يعني ده شايفينه ان هو الحاجه الوحيده الكفر لوشنا، فمش هيبين اي يعني اثر بقى، أيوة حبوب، بقع، بس مشكلتنا في هو اختياره. ما هو اختياره يعني بيرجع أول حاجة إن انتي أساسا تعرفي نوع بشرتك. يعني احنا مثلا بنلاقي بنات في فاونديشن معين ده تحفة، ده كفرج، ده بيداري كل حاجة ده. طب ما هو يعني نعرف بس بشرتك نوعها ايه وهو هينفع معاكي ولا لا. فاحنا ازاي بقى نحدد يعني؟ بس نوع بشرتك، يعني اعرفي بشرتك دهنية، بشرتك جافة، بشرتك حساسة كده. يعني لازم نحدد نوع البشرة، ده اول حاجة قبل الفاونديشن. بحددها ازاي؟ بعرف بشرتي ازاي؟ يعني الدهنية بتبقى فيها يعني لمعه عندك اوفر. لمعة ودهون وكده، يعني كل واحد بيبقى عارف بشرته. مم. والجافة بتبقى على طول البشرة ناشفة بتقشر كده. مختلطة بقى بيبقى فيه يعني ميكس، دي البشره بتاعتي اللي هي حرف التي ده. اماكن واماكن مم. كده. مم. بس فاحنا بس نحدد نوع بشرتنا ايه ونجيب الفاونديشن المناسب لنوع البشرة. فالدنيا هتبقى تمام. نحدد بقى درجته ازاي. دي المشكله اللي بنقع فيها كلنا. يعني احنا بس ايه عايزين بس نشيل المعلومة الغلط اللي هو مثلا انا عايزة افتح. دي معلومة، دي كارثة اساسا. مفيش حاجة اسمها انا عايزة افتح دي، يعني كل واحد ما انا ليه دافعه، لونه. ما انا دلوقتي دافعه قد كده، لا ما انا عايزه لا لا بقى افتح درجتين. لا احنا يعني احنا في يعني الميك اب نفسه يعني بعد لما يخلص في اماكن هتلاقيها، يعني في اماكن بنبرزها فهيبان بقى في الاخر ان الحتت دي منورة، غير لما يكون البشرة كلها فاتحة. البشرة كلها فاتحة دي انتي عامله زي يعني اليابانيين. انتي لا انتي هتبقي يعني مش انتي، مش بشرتك ومش لونك وكده، وهتجيري والميك اب مش هيبقى شكله حلو. يعني مش هيبقى شكله حلو عليكي. يعني نلغي فكره ان انت تفتحي درجه ما او درجتين، دي تفتحيش، ليه مفيش كلام فارغ تفتحي؟ ده. احنا ممكن نعمل كده مثلا لو انا بعمل سيشن مع حد، وانا مثلا حد يعني انا ابين قدراتي بقى في الميك اب، فانا حد اسمر فانا عايزه افتحه شويه، فنعمل سيشن نفسها تشوف يعني لونها فاتح. فممكن عادي دي مثلا حاله تبقى اكسبشن، يعني ما ينفعش ان انت تعمميها على الكل. لا بنعمل فوتو سيشن. يعني انا بجيبها بتبقى موديل مثلا سمرة، احنا عايزين هي عايزة يعني. مهم. بس لكن العرايس بقى او كلاينت او كده او واحدة رايحة مناسبة او الكلام ده ما ينفعش. يعني لازم هو لون بشرتك. حتى العروسه لازم برضو العروسه نفس درجه البشره. طبعا احنا بقى في بننور بحاجات تاني، بتنوري يعني بايه مش بقى؟ معلش الفاونديشن يعني خالص. فهميني. يعني بالهايلايتر يعني في المفروض. كونسيلر، مم. في هايلايتر، في حاجات كتير. لكن الفاونديشن ده لا. يعني ده الحاجة الوحيدة اللي احنا مش هينفع نحطها مختلفة عن لون بشرتك. طيب انتي قلتي الكونسيلر، برضو نفس الخطأ بنقع فيه كلنا، ان انا باجي اختار كونسيلر غلط. اختاره مم. ازاي؟ هل بقى ساعتها ان انا اختاره برضو نفس درجة البشرة، ولا علشان ينور فانا بختاره افتح، او ما يعني هو ايه ده بقى برضو الطريقة؟ الغلطة التانية، ان انا كلنا عندي اخطاء. هالات كتيرة، فانا هجيب يعني كونسيلر فاتح قوي عشان يداري الهالات الكتيرة. اول اه، ما هتحطي الكونسيلر الفاتح قوي ده في الحتة دي اللي هي الغامقة قوي عندك، يعني عارفة انتي بصي بتحطي حاجة فاتحة على حاجة غامقة، رمادي. بس خلاص. تقلب رمادي. فاحنا عندنا عقل. طب اختار ايه؟ نفترض انا حد عندي بسهر كتير، بشرب قهوة كتير، او طبيعة جيناتي عندي هالات سودة. نعمل بقى نكوركت الحتة دي. يعني احنا تحت العين كده هنحط بقى كوريكتور، هنحط كونسيلر اغمق من من لون اصلا الهالات اللي عندك.
يعني احنا هنحط كونسيلر غامق، فلما تحطيه انت مش هتشوفي الهالات، خلاص كده احنا عملنا لها معالجه. نبدا بقى نحط الكونسيلر اللي هو الافتح منك درجه درجتين، ما اكتر من اخدش كده ما افتحش ما اكتر من كده. ينفعش. طيب لا احنا اتكلمنا على انواع البشرات، البشره الجافه، البشره الدهنيه، البشره المختلطه، الحساسه. مم. هل كل بشره ليها نوعات ميك اب معين بالذات ده بتتعاملي طبعا انت معاه؟ طبعا، ما انا اصعب قبل بشره ما قابلتيها فيهم ايه او متعبه بالنسبه لك؟ بصي، هو كل الميك اب ارتست هيقولك الدهنيه هي دي صحيح. اللي بتبقى مشكله. مم. بس دلوقتي مع يعني كل مره يعني كل شويه بنكتسب خبرات جديده، فخلاص الحاجات دي بقت تتعالج دلوقتي، ان احنا بنقدر بشره دهنيه وعندها يعني عرق كتير، بتعرق كتير طول ما هي بتتحرك، او في ناس بتعرق وهي قاعده كده مش بتعمل اي حاجه، بتلاقي بشرتها بتطلع ميه. انت بتعملي ايه بقى ولو كانت عروسه؟ يعني دي مشكله يعني لوحدها في طبعا. بقى حاجات بقى دلوقتي بتتعمل وماتيريال يعني مم. معينة بتتجاب للبشرة الدهنية دي. مم. والموضوع بدأ يتحل واحدة واحدة، يعني بقى كويس، مش بقى زي زمان بقى والدنيا بتبوظ والحاجات دي، لا. يعني بتحط لها حاجه، مواد معينه في تقفل قطرة المسام؟ في قطرة وفي حاجات وفي مرطبات معينة ليها وفي حاجات كده. دي اكتر والبشرة بشره متعبه. والبشرة الجافة برضو وحشة جدا برضو، لما يعني ايه اما المتعب بتبقى فيها؟ بشره جافه والكلاينت نفسها مش مهتمه ببشرتها، فانت بتحطي الميك اب على بشره اساسا مش متحضره ولا متجهزه ولا فيها اي حاجه، فالميك اب بيبقى بيبان فيه شكله التشققات. مقشر، اه. بيبان خطوط، بيبان حاجات غريبه كده. طب لو قابلتي ده وانتي معاكي عروسه تعملي ايه؟ لا، هو عامه يعني العرايس بيبقوا واخدين كورس كده قبل فرحهم، فما بيبقاش فيه بتبقي الحاجات. مفهماهم طبعا ان لازم طبعا يبقى اللي فيه هو ترتيب ولازم فيه كذا في حاجات كتيرة كذا ليفل. تتعمل قبليها يعني، فخلاص هو يعني خلاص احنا دلوقتي وصلنا بقى خلاص. البشره حساسه تعملي معاها ازاي؟ البشرة الحساسة ليها برضو التكنيك البرودكت بتاعها؟ المعين بتاعتها وتكنيك وماتيريال. يعني هي انا مثلا عندي ماتيريال للبشرة دي، والدهنية عندي، الحساسة، الجافة، مش عارف ايه. الحساسة دي بقى يعني لازم ايه، نحط حاجات يعني حتى لو واحدة هتحط لنفسها بشرتها حساسة وهتحط لنفسها، لا احنا نجيب الماتيريال اللي هي الخفيفة، اللي هي الطبيعية اكتر حاجة، يعني مش عايزين حاجات فيها كيميكالز كتير او كده. بيبقى في براندات معروف عنها الحاجات دي. براندات كده بتبقى سوفت قوي يعني، فهي دي اللي تنفع للبشرة الحساسة. وبعد ما تخلص مناسبتها او يومها او كده، نغسل بقى وشنا بالغسول بتاعنا. هنتكلم عن المبتدئين، يعني بالذات البنات اللي لسه صغيرة وبتقول يا هادي على الميك اب، فبتقول احط روج، فبتبقى الروج كده اليوم كمبتدئة. فكلنا وقعنا في الخطأ ده واحنا صغيرين، واحنا في ثانوي بقى، عارفه اللي هو ايه، عشان انا حاسه ان انا انسه فاحط روج احمر، روج مش عارف ايه، الروج الغامق. عايزين ندي نصايح للبنات الصغيره كده، ايه المفروض الخطوات اللي بيعملوها؟ اولا الروج الاحمر ده ليه حاجات خاصه جدا، يعني ليه اوقات معينه. لكن في بنات للاسف بشوفها الصبح نازله بروج احمر. طب انتي الصبح وبالنهار ومثلا رايحه مش رايحه مناسبه، حاطه روج احمر ليه؟ يعني هو ما ينفعش، يعني هو عايز اوقات معينه وعايز مناسبات معينه، وعامه اللي بتحطه هي بتبقى شخصيه جريئه شويه. فهي حابه كده، بس هو يعني مش اصح حاجه ان احنا نحطها بالنهار كده وننزل بيها عادي ونركب مواصلات ونتعامل والحاجات دي وانتي حاطه روج احمر، لا يعني اوفر. صعب. طبعا. بالنسبه لبعض الستات، يعني في عندنا بعض الاخطاء ان ما ببقاش فاهمه اللون المفروض الروج ليه عليا، ممكن على شكل وشي، على شكل شفايفي، فبختار غلط، بشوفه على موديل او على واحده صاحبتي بلاقيه تحفه، باجي انا اجيبه واحطه بلاقي شكلي صعب. ما هي المفروض اختار ازاي؟ يعني هو احنا بنحط الروج، ما احنا مش بنحط في وشنا روج بس، فاحنا بنحط ميك اب. فلما تيجي مثلا تحطي لون في عينك، لون اي شادو معين في عينك، لون بلاشر معين، فلازم كله يبقى يعني زي بعض، مع بعض. يعني الوان كده، نعمل كده يعني يبقى العين نفس الوان البلاشر، نفس الوان الروج، يعني نفس الالوان، مش نفس الدرجه، لا الدرجات يعني بتاعت اللون ده. لكن مثلا ما نحطش نبيتي مثلا فوق عينينا ونحط روج بني،
فكده احنا اه بوظنا الدنيا خالص انت فوق لازم وتحت. تبقي مخليه بالك من الالوان اللي يعني بتختاريها. ومثلا حطينا في العين حاجة تقيلة، فلا نخلي الروج خفيف. العكس، حطينا في عينينا حاجة خفيفة، فلا هنتقل الروج يعني شوية كده، طيب نعمل توازن كده بين السؤال كل الوش. التاني اللي هسأله، ازاي نحافظ على بشرتنا؟ يعني كتير مننا بنحب نحط ميك اب، مم. نحافظ عليه ازاي؟ نحافظ عليها ان احنا دايما نغسل وشنا. نرطبها ونغسل بالغسول بتاعنا المناسب لنوع بشرتنا، برضو دي اهم حاجة، عشان بنلاقي في غسول معين ده تحفة وبيخلي الوش حلو قوي، فاحنا بنجيبه واحنا هو مش يعني مش مناسب لنوع بشرتنا. مهم. فاحنا نحدد نوع البشرة ده مهم في كل حاجة، فهنحدد نوع البشرة، على اساسه هنحدد بتختاري الغسول الغسول. المناسب. نحط بقى يعني الكريمات او الروتين بتاعنا اللي احنا متعودين عليه هنحطه. حطيتي ميك اب، هنرجع من مناسبتنا نغسل وشنا. اهم حاجه. بعض يعني الاخطاء ان في ناس بتفضل تنام بيه، وده لوحده كارثه. صعب طبعا، صعب جدا، يعني هيأثر ومش على المدى البعيد، لا القريب. يعني هيبوظ البشره هتلاقي اصلا. هيبوظ بشرتها وهيغمقها ومش هتبقى. هاخد اخر سؤال، السؤال بقى بتاع الماسكارا، عشان مم. انا اصلا انت عارفاني ما بعرفش احط مكياج في حياتي كلها، شايفه ان الماسكارا والروج كده انا حاطه كل حاجه. مم. ازاي احط الماسكارا او اختار الماسكارا الصح؟ هل يعني دايما ببقى عايزه ابين رموشي تقيله، رموشي كثيفه، مم. فبفضل بقى ان انا اقعد احط طبقه 2 3 4، اللي هو في اعتقادي اه ده انا كده هبقى طب. في شكل الفرش بيفرق، يعني في الفرش بتاعة الماسكارا، في فرشة بتبقى رفيعة خالص، فدي اللي هو ايه، يعني انت بتلوني الرموش، بس بتخليها كده، يعني لو بتسرحيها وبتقليها، مم. تقلي اللون. مم. الكثافة، في فرش للكثافة، تبقى شكلها يعني ايه شكل يعني؟ الفرش المفروض ان هي سميكه اكتر. بتبقى سميكة اكتر، وبتبقى يعني انتي مثلا هنروح نعمل تيست يعني احنا داخلين هنعمل تيست في الماسكارا، فبيبقى فيه كل انواع الفرش، فشوفي الفرشة اللي انتي يعني راضية عن الكثافة بتاعتها. مم. يعني في واحدة بتقلك قوي من اول ما تحطي، من اول مرة مم. بتقل وبتبقى حلوة على حسب جدا. ارتياحي للمسكرة. يعني انت اختاري، يعني مش ملهاش اختيار ان انا اقولك اختاري ايه او اعملي ايه، لا انت روحي اعملي تيست وشوفي شكل الفرش وكده وجربي وعلى يعني اساسه تختاري بختار. اللي مناسبة ليكي. نورتيني يا اسماء، وكالعادة مع حبيبتي بعض والله، دايما في ايوه كل كالعادة. مرة. انا نورتيني. مبسوطة ان انا كنت أعزائي معاكي. المتابعين، أتمنى النهاردة تكون حلقتي أفادتكم وتعرفوا نتجنب الأخطاء بتاعة الميك اب، وبحيث إن احنا نكون بشكل أفضل واختيارنا للميك اب يكون أفضل. نورتوني، وانتظروني في حلقة جديدة من قصدك كده.